السلام عليكم جميعا. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. معاكم انا مستر عبد لطفي اللي هقدم لكم الكورس بتاعنا ده اللي هو انجليزي في شهر. انا مسميه انجليزي في شهر. تمام. كل اللي مطلوب منك انك تتابع الحلقات وما تخافش، وحط لنفسك هدف انك هتتكلم انجليزي. هتتكلم انجليزي يعني هتتكلم انجليزي ان شاء الله. فقول لنفسك كده I can speak English. بقدر. اول جملة تتعلمها كده هي I can speak English. اقدر اتكلم انجليزي. دي مقدمة الكورس، وتابع معايا الحلقات واحدة واحدة كده. واهم شيء اللي اقوله لك تمارسه، يعني اللي تاخده النهاردة تمارسه وتطبقه وتتكلمه. الموضوع سهل خالص، وان شاء الله يكون كورس موفق عليكم جميعا. الحلقة الاولى والمحاضرة الاولى من الكورس بتاعنا، ركز. لو انت بتتعلم انجليزي او بتتعلم اي لغة، لازما اول حاجة تتعلمها انك تتكلم عن نفسك. انك تتكلم عن نفسك. فاول حاجة هعلمها لك النهاردة انك تتكلم عن نفسك اهي بكل بساطة. I am وتحط اسمك. بس مفيش اسهل من كده. ايزي، سهل جدا. الانجليزي تافه. بص، I am، قول معايا I am I am I am أم 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 يعني أنا، وتحط اسمك. أنا عبده I am عبده. أنا محمد I am محمد. أنا علي I am علي، وتقوم كاتب اسمك. تمام كده؟ يبقى أول حاجة تعرفها إيه؟ I am وتقوم قايل اسمك. I am محمد. كل واحد بقى يقول اسمه. ها، قول معايا I am حمزة I am محمد I am عبد الرحمن أوكي؟ ده أول حاجة. سهلة سهلة. تاني حاجة لازم تتعلم عمرك. عندك كم سنة؟ كل واحد فيكم يكون عارف عنده كم سنة. هتقول برضو I am اهو. I am انا عندي كم سنة؟ مثلا انا 37. اللي عنده 40 I am 40. اللي عنده 20 I am 20. وتحط النمبر. اوكي، دي بقى تاني معلومة. يبقى اول حاجة I am وتقول اسمك. قول معايا. اللي اسمه محمد يقول I am محمد. اللي عنده مثلا 37 يقول I am وتقول الرقم. تالت معلومة، بلدك. هتقول I am أنا. من from. I am from Egypt. أنا من مصر. I am from Egypt. أنا من مصر. طب اللي من سوريا I am from Syria. طب اللي من السودان I am from Sudan. قول معايا I am from Egypt. I'm from Egypt. ثلاث كلمات. أنا من مصر. I'm from Egypt. I'm from Egypt. أنا من مصر. أوكي؟ تذاكر الثلاث جمل دول زي اسمك. أوكي. طيب، عايز أقول أنا عايش فيه. أنا أعيش فيه. كلنا عايشين في بلاد مختلفة. هتقول I أنا live in. احفظ معايا الفعل ده. live in live in live in أعيش فيه. live in أعيش فيه. live in وكل واحد يقول اسم البلد اللي عايش فيها. I live in America. طب لو عايش في الإمارات I live in Emirates. عايش في السعودية I live in سعودي أرابيا. أنا live in أعيش فيه واسم البلد. أوكي. كل واحد بقى فيكم هيعرف لي شغلته. هو شغال إيه؟ وظيفته إيه؟ بيعمل إيه؟ سهلة خالص. إيز. هتقول I am أنا. I am أنا. أو ممكن تقولها كده المدرس. زي مثلا كده I am a teacher. teacher يعني مدرس. I'm a teacher. I'm a teacher. أنا مدرس. أدي يعني واحد بس اللي بتيجي قدام المفرد. I am a teacher. أنا مدرس. طب لو دكتور هتقول I am a doctor. I am a doctor. أنا دكتور. طب لو طباخ I am a chef. I am a chef. chef يعني طباخ. خباز I am a baker. baker خباز. عامل عادي worker. worker. يبقى كل واحد يعرف شغلته. اوكي، تقول I am a وتقول شغلتك. اوكي. يبقى الخمس أسئلة دول لازم تتمرن عليهم النهاردة دلوقتي. تتمرن عليهم. تمام. وتقولهم لنفسك كتير، لأن ده 5 أسئلة عن نفسك أنت. كل واحد يعرف يتكلم عن نفسه بالإنجليش. بص ال5 أسئلة. أول سؤال What's your name؟ ما اسمك؟ الإجابة I am عبده. I am محمد. السؤال الثاني How old are you؟ عندك كم سنة؟ I am وتقول الرقم I'm 37. I am
20 أي رقم. Where are you from؟ From يعني منين؟ الإجابة I am from Egypt. أنا من مصر أو من سوريا أو من أي بلد تانية. السؤال الرابع Where do you live؟ live يعني تعيش. عايش فين؟ I live in UK. I live in UK. عايش في انجلترا أو في أمريكا أو في أي بلد. آخر سؤال What's your work؟ What's your work؟ work اللي هو العمل. شغلك إيه؟ تقول I am a وتقول شغلتك. أنا مثلا teacher يبقى I am a teacher مدرس. لو دكتور I am a doctor. أوكي وتقول شغلتك. تمام. يا ريت كل واحد يتمرن على ده. طبعا الحلقة الأولى أو المحاضرة الأولى هناخد بس إيه النهاردة كمان 5 أرقام بس. numbers يعني أرقام. هناخد منهم بس 5 عشان ما نتقلش على حضراتكم. أوكي بس لازم تحفظ ال5 دول صم. أوكي 1 1 كلمتها ايه O-N-E 1 2 T-W-O 3 T-H-R-E-E 4 F-O-U-R 5 F-I-V نقولهم تاني 1 2 3 4 5 قول معايا 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 اوكي تحفظهم صم. يلا كده الحلقة الأولى بتاعتنا انتهت. يا ريت تراجعوا على كل اللي انتوا خدتوه في المحاضرة الأولى وإن شاء الله اللي جاي أقوى وأحسن عشان